انا قررت النهارده ادي للدوري المصري حقه، زي ما اتكلمنا قبل كده في فيديو عن عبث الدوري المصري وعبث التيشيرتات في الدوري المصري. الموسم ده تيشيرتاته حلوه، فقررت الموسم ده ان انا اتكلم عن تيشيرتات الفرق في الدوري المصري ونفصصها حته حته كده ونشوف الفرق تطورت ولا لا، عشان في فعلا فرق تطورت السنه دي. فلو عايزنا نعمل حاجات اكتر عن الدوري المصري اكتب لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل سبسكرايب وتشترك في المسابقه اللي هطلع لك باركود هنا كده، اعمل له سكان وخش اعمل الثلاث حاجات اللي مطلوبه منك عشان تزود فرصك في المكسب. او ممكن تعمل كده برضو من اول لينك في الديسكريبشن تحت، لينك المسابقه اللي جايزته ان 2 منكم هيختاروا التيشيرت الفريق المفضل بتاعهم ونجيبها لهم، والسحب هيكون اول ما نوصل 2000 سبسكرايبر. فشد حيلك كده ويلا بينا نبتدي تيشيرتات الدوري المصري موسم 23-24. هنبتدي بالترتيب الابجدي من تحت لفوق، فهنبتدي بالزمالك اللي جاي لنا من شركه تيمبو. التيشيرت السنه دي جايه باللون الابيض، خطين باللون الاحمر في النص كده زي ما احنا متعودين على تيشيرت الزمالك، والكتفين باللون الاحمر. التيشيرت بسيطه ما فيهاش ابتكار قوي زي السنه اللي فاتت، واللي من وجهه نظري تيمبو السنه اللي فاتت عمل التيشيرت للزمالك حلوه جدا. السنه دي التيشيرت كويسه، ولكن تيشيرت عاديه ممكن اي براند يعملها، مش تيشيرت مميزه لفريق كبير زي نادي الزمالك. اما عن التيشيرت الاحتياطيه باللون الازرق الغامق، فيها شبه شويه في الالوان وفي الفكره من السنه اللي فاتت، ولكن برضو من وجهه نظري السنه اللي فاتت كانت احلى. من الاخر تيمبو السنه دي كسلت تعمل تيشيرتات مبتكره لنادي الزمالك، وراحت في السكه المضمونه والبسيطه اللي تضمن بيها ان هي تطلع تيشيرت للزمالك كويسه، ولكن ابتكار مفيش. وتيشيرتات الموسم اللي فات بالنسبه لي الاساسيه والاحتياطي احلى من السنه دي بشويه حلوين. بعد كده نادي من النوادي اللي طالعه جديد في الدوري الممتاز، واللي واضح ان هي طالعه باحترافيه كبيره جدا. فنادي زد السنه دي واحد من الصاعدين الجداد للدوري، ما جالناش بتيشيرت واحده ولا تيشيرتين، جالنا بثلاث تيشيرتات من امبرو، واللي هي خطوه كبيره جدا ومهمه جدا لنادي لسه طالع للدوري المصري، واللي باين قوي الاستثمار والفلوس اللي مدفوعه في النادي ده. والتيشيرت الاساسيه جايه لنا باللون الاسود الشيك جدا، السبونسرز كتير شويه ولكن سبونسرز تقال جدا. زي ما انت شايف على التيشيرت كل اسم من الاسامي اللي موجوده على التيشيرت في نوادي كبيره في الدوري المصري ما عندهاش السبونسرز دي. فنرفع قبعه لنادي زد على الاستثمار والشياكه اللي طالع بيها في الدوري المصري، وهي اصلا خطوه كبيره ان الفريق لسه صاعد يلبس تيشيرت عليها كل الرعاة دول. نيجي للتيشيرت الثانيه، فهي نفس ديزاين بالظبط التيشيرت الاولى ولكن باللون الاخضر، والتيشيرت الثالثه باللون الابيض. ومن وجهه نظري مع ان الثلاث تيشيرتات نفس التمبلت، ولكن في احترافيه كبيره جدا في التيشيرتات بتاعت النادي ده، واكيد التيشيرت الاساسيه هي احلاهم. الاسود برضه بيفرق. بعد كده نادي طلائع الجيش اللي من ساعه ما وصل لنهائي الكاس ضد الاهلي ابتدى يهتم شويه بلبسه وتيشيرتات الفريق. كلنا فاكرين زمان حرس الحدود طلائع الجيش والشرطه والفرق دي ما كانتش اصلا ساعات بتحط لوجوهات الفريق على التيشيرت، ولكن من ساعه ما طلائع الجيش وصل نهائي الكاس وهو ابتدى يهتم بتيشيرتاته. والسنه دي جاي لنا بتيشيرت من كتالوج او تمبلت من تمبلتس اديداس، واللي هو تمبلت بسيط جدا ولكن شكله لطيف ولذيذ، ومن التمبلتس كده اللذيذه الرخيصه اللي طلائع الجيش ممكن يبتدي بيها موسم مختلف عن المواسم اللي فاتت. التيشيرت الاساسيه جايه لنا باللون الابيض، والخطوط اللي بالورب بتاعت التمبلت دي باللون الرمادي، والتيشيرت الاحتياطيه باللون الاحمر، والخطوط دي بدرجه مختلفه كده من اللون الاحمر. تيشيرت لذيذه بسيطه، جابوا تمبلت حطوا عليها لوجو الفريق، اتصوروا صور حلوه واتعشت على كده. بعد كده نادي سموحه بالتيشيرت الاساسيه اللي جايه لنا باللون الازرق الافتح شويه من السنه اللي فاتت، واللقطه كلها في الكتفين. بصراحه نادي سموحه واحد من النوادي اللي كانت بتستسهل شويه في تيشيرتاتها، كل موسم كان بيلبس تيشيرت او اتنين من براندات مختلفه وما كانش بيبقى شكلها لذيذ قوي، وكان بيختار تيشيرتات سهله قوي وبسيطه قوي لدرجه ان هي بتكون تيشيرتات تدريب لفرق تانية. ولكن السنه دي اختار تيشيرت اساسيه مختلفه عن المواسم اللي فاتت ومختلفه عن بقيه الفرق. التيشيرت جاي لنا من نايك، الكتفين بالكمين عليهم جرافيكس كده باللون الابيض، خلت التيشيرت البسيطه دي تروح في حته تانية خالص. واتمنى من سموحه السنه دي ان هم يحترفوا شويه وما يغيروش التيشيرتات في وسط الموسم. بعد كده مع واحد من النوادي الاحترافيه جدا بالذات في التيشيرتات بتاعتها، وهو نادي بيراميدز. لحد دلوقتي تصوير الفيديو ده التيشيرت الاحتياطيه ما تلعبش بيها او ما ظهرتش، ولكن التيشيرت الاساسيه جايه لنا باللون الازرق الفاتح شويه او اللبني، وجرافيكس على الصدر كله باللون الازرق الغامق اللي برضو مديه شكل مختلف عن تيشيرتات الدوري المصري التانية. ولكن عندي مشكله مع تيشيرتات بيراميدز من ساعه ما طلعوا. الفريق في تيشيرتاته ملوش هويه. اول موسم تلعب فيه كان
ولكن بالخطوط اللبني والبيضة اللي بالطول البسيطة والمعتادة في فرق كتيرة جدا، والحاجة التقليدية في فرق كتيرة جدا. ولكن قعد يغير تيشيرتاته والسبونسرز والكلام ده كله لحد الموسم اللي فات مثلا لبس تيشيرت كحلي. السنه دي رجع لازرق فاتح، فوانت كمشجع وانت بتتفرج انت مش حاسس بهويه النادي. من الاخر مش لاقي ملكه للفريق ده في تيشيرتاته، مره خطوط بالطول والتيشيرت فيها لون ابيض، مره ازرق غامق، مره ازرق فاتح. ما تحسش ان الفريق ليه هويه في تيشيرتاته. ولكن التيشيرت كتيشيرت هي تيشيرت مميزه ومختلفه عن باقي الفرق اللي لابسه بوما في الدوري المصري وعن باقي الفرق اللي لابسه بوما في دوريات كتيره. بعد كده نادي فاركو، اللي بالنسبه لي ده اكبر حاجه محبطه في الدنيا. نادي فاركو الموسم اللي فات عمل فوتوشوت وعمل تيشيرت وعمل قصه كبيره قوي من التيشيرتات بتاعته، وكانت تيشيرتات فعلا مميزه وان النادي ده عامل حاجه قويه جدا. ولكن السنه دي التيشيرت بتاعته محبطه جدا. فهتكلم على التيشيرت الاساسيه بس اللي جايه باللون البرتقاني من نايك والكمين باللون الاسود. مفيش تيشيرت اسهل واعبط من كده ممكن تتعمل لفريق. على الرغم من التيشيرتات الموسم اللي فات كانت حلوه قوي وكان فيها شغل باين قوي وواضح قوي، ولكن السنه دي التيشيرت حتى شكلها على اللعيبه وحش، وتلبيس التيشيرت على اللعيبه مش حلو خالص. فبصراحه بالنسبه لي التيشيرت دي واحده من الاسوأ الموسم ده ان ما كانتش الاسوأ. نخش على البنك الاهلي. البنك الاهلي من ساعه برده ما صعد وهو بيحب تيشيرتات نايك البرتقاني. التيشيرت ما فرقتش كتير قوي عن المواسم اللي فاتت، ولكن تيشيرت بسيطه بيزك من نايك باللون البرتقاني وكل تفاصيلها بنفس درجه اللون البرتقاني، فمش باينه قوي، ولكن القصات والتفصيل والفيت بتاع التيشيرت على اللعيبه شكلها كده تحس ان هي حاجه محترمه او بروفيشنال، على عكس مثلا تيشيرت فاركو اللي احنا لسه متكلمين عليه. والحمد لله حراس البنك الاهلي قرروا ان هم يلبسوا نايك زي الفريق. بعد كده الاسماعيلي على الاسماعيلي طبعا احنا عارفين ان هو في كبوه كبيره جدا ومشاكل اداريه ومشاكل ماديه كبيره جدا. السنه دي الاسماعيلي بيحتفل بالمئويه اللي المفروض يعمل فيها احتفالات ويعمل فيها حاجات كبيره جدا، ولكن عشان الازمات الماديه فما قدرش يعمل الكلام ده كله. ولكن عمل لقطه في تيشيرتاته حلوه جدا، نزل تيشيرتات بيتمرنوا بيها او بيلعبوا بيها قبل الماتش مكتوب عليها رقم 100 في نص التيشيرت كده، وتصوروا بيها وعملوا بيها فوتوشوت وروقوا على الدنيا يعني. بعد كده التيشيرت الاساسيه بسيطه جدا من كوبا، واتمنى برضو ما يغيروش التيشيرتات زي السنه اللي فاتت 5 و6 مرات في الموسم. فالتيشيرت بتاعت النادي السنه دي جانا باللون الاصفر الساده خالص واللياقه اللي باللون الازرق، ولكن اللقطه في الارقام اللي على ظهر اللعيبه مش ارقام بلون واحد وخلصنا على كده. الارقام دي زي ما انت شايف قدامك دلوقتي عليها ديزاين كده جامد جدا، وشكل الرقم وفونت الرقم وان هو تخين كده حسسني ان التيشيرت دي قديمه، ودي حاجه عجبتني قوي وبسطاني قوي. ولاول مره هقولها ان كويس ان الاسماعيلي ما بيكتبش اسامي على ظهر التيشيرت. بعد كده فيوتشر اتكلمنا عليه في تيشيرتات عبس الدوري المصري، واللي اتكلمنا ان الفريق بيلبس في الماتش تيشيرتات امبرو، هو الجهاز الفني وفي السفر وفي كله بيلبسوا تيشيرتات نايك. ولكن ايه اخبار التيشيرت نفسها؟ التيشيرت الاساسيه والاحتياطي من امبرو، والتيشيرتات ما فيهاش فن خالص، تيشيرتات بسيطه ما فيهاش لعب، تيشيرت باللون الاحمر الاساسيه وحته في اللياقه باللون الابيض، والتيشيرت الاحتياطي بنفس الديزاين بالظبط باللون الابيض والحته اللي في اللياقه باللون الاسود. ولكن الارقام اللي لعبوا بيها في افريقيا فيها لقطه اللوجو كده في الرقم شكلها احترافي جدا. تيشيرت مش قويه خالص وما فيهاش حاجه مميزه، ولكن الارقام بتفرق جدا، وشكل الارقام واللعب في الارقام بيفرق جدا في تيشيرتات اللعيبه. ولكن اعتقد ان فيوتشر او بقى اسمه مودرن فيوتشر عنده اكتر من كده بكتير في التيشيرتات، ان هو يجيب تيشيرتات اجمد شويه من كده. الجونه بقى قال لك ايه؟ قال لك انا هلعب في السهل الممتنع. كلهم لبسوا تيشيرتات اديداس بتمبلت اديداس السنه اللي فاتت بلوجو اديداس القديم، انا هجيب لك تمبلت السنه دي. وما جازفش ولا فكر ولا عمل اي حاجه ان هو يعمل حاجه مبتكره. جاب تيشيرت اساسيه من اديداس باللوجو الجديد بتاع اديداس باللون الابيض، 3 خطوط عليهم بدرجه اغمق شويه باللون الابيض، حط عليها اللوجو تيشيرت النادي الاساسيه. عاده الفرق اللي بتعمل تيشيرتات اساسيه بسيطه بتبتكر في التيشيرت الاحتياطيه، فالجونه ما عملش كده. الجونه راح جايب تيشيرت سودا من اديداس نفس التمبلت بتاع التيشيرت الاساسيه
ب3 خطوط اديداس باللون الابيض، حط اللوجو بتاعه، بقت التيشيرت الاحتياطي. مع ان الجونه نفس عيله زد، ولكن عيله زد تفوقت جدا على عيله الجونه بصراحه. فاكر في تيشيرت طلائع الجيش لما انا قلت لك ان طلائع الجيش وحرس الحدود والداخليه والفرق دي من كام موسم ما كانتش اصلا بتحط لوجو الفريق على التيشيرت؟ السنه دي حطوه، ولكن كسلوا يعملوا تيشيرت اصلا. التيشيرت خطوط بالطول، لونين، خلصنا على كده. التيشيرت الاحتياطي باللون الازرق والابيض، التيشيرت الاساسيه باللون الاحمر والاسود. حاجه في قمه الكسل. والتيشيرتات دي غالبا بنسبه 99% التيشيرتات دي اصلا مضروبه، فتيشيرتات محبطه جدا للداخليه. ومش عارف ليه بصراحه في فرق كتير قوي في الدوري بتكسل تعمل تيشيرت، مع ان في فرق كتيره قوي برضو بتعمل تيشيرتات تحفه. بعد كده تيشيرت سيراميكا، وسيراميكا زي زد اول ما طلعوا عملوا تيشيرتات احترافيه جدا، كانوا بيكتبوا الاسامي على ظهر اللعيبه وحاجه في قمه الاحترافيه والجمال. ولكن سيراميكا عندها حاجه انا مش فاهمها لحد دلوقتي. من الموسم اللي فات وهم تيشيرتاتهم الاساسيه والاحتياطيه هي تمبلتس من بوما لحراس المرمى، ومش عارف ايه الفكره. هي التيشيرتات تحفه جدا ورائعه جدا، ولكن مش عارف ايه الفكره ان هم يختاروا تيشيرتات تمبلتس حراس مرمى. وللمعلومه تمبلتس حراس المرمى في اي شركه من الشركات ما بتبقاش حكر على حراس المرمى، وممكن اي فريق يستخدمها كتيشيرته الاساسيه او الاحتياطي. ولكن لما بوما او اديداس او نايك نزلوا التيشيرت على حارس مرمى في نادي كبير، فصوره التيشيرت دي وديزاين التيشيرت ده بيتحفر في دماغك ان هو تيشيرت حراس مرمى مش تيشيرت لعيبه. فعشان كده لما سيراميكا بتلبس تيشيرتات من الموسم اللي فات تيشيرتات حراس مرمى، بتحس ان في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه، في حاجه مش ماشيه زي الطبيعي اللي المفروض تمشي عليه. ولكن التيشيرت كتيشيرت 10 على 10. بعد كده قصه من قصص الدوري المصري والبراندات المصريه اللي بصراحه اول ما شفتها نزلت بوست على البيج وكنت مبسوط جدا، وهي تيشيرتات بلديه المحله اللي الراعي بتاعها كيرفا للملابس الرياضيه. بغض النظر عن التيشيرت وفكره التيشيرت وشكل التيشيرت، ولكن ان براند مصري 100% يكون محل بتاع رياضه عارف الناس عايزه ايه وعارف اللعيبه عايزه ايه وعارف الخامات وبيصنع، ويقرر ان هو يخش سوق الملابس الرياضيه المحترفه للعيبه المحترفه للفرق المحترفه عن طريق نادي جماهيري زي بلديه المحله بقاله 15 ولا 10 سنين ما طلعش الدوري المصري، فدي خطوه جريئه جدا وقويه جدا من كيرفا. فالتيشيرت الاساسيه جايه لنا بشكل تيشيرتات بلديه المحله اللي معروف، خطوط بالعرض باللون الاحمر والابيض، والتيشيرت الاحتياطيه خطوط بالعرض باللون الابيض والاخضر. والخطوط في التيشيرتين مش خطوط مستقيمه بالعرض، ولكن هي خطوط طالعه نازله كده، تحس ان هم رسموها بفرشه، وشكلها بصراحه حلو جدا ومودرن جدا على بلديه المحله. والفكره ان كيرفا ما وقفتش بس على التيشيرتات الاساسيه بتاعت اللعيبه او التيشيرتات الاحتياطي، ولكن عملوا 4 تيشيرتات لحراس المرمى. والتيشيرت الاولى والثانيه لحراس المرمى بيلبسها الفريق في تدريب او في ما قبل المباراه او بيلبسها الجهاز الفني. ولكن فكره ان حارس مرمى يبقى عنده 4 تيشيرتات، 2 باللون الرمادي بديزاينز مختلفه وتيشيرت صفراء وتيشيرت زرقاء، خطوه شجاعه جدا من كيرفا. وان هم مهتمين بكل حاجه في تيشيرتات الفريق الاساسي والاحتياطي والحراس والتدريب وما قبل المباراه وكل حاجه، وكل ده من براند مصري لسه جديد في عالم الاحتراف، فنرفع القبعه كلنا لكيرفا. بعد كده تيشيرت المقاولين، وهحط لك صورتين قدامك دلوقتي، واحده للتيشيرت الموسم اللي فات واحده للتيشيرت الموسم ده، وقول لي ايه الفرق. وللاسف مش هتعرف تجاوب على السؤال ده عشان مش هتلاقي اي فرق، عشان التيشيرتين هم وحبوا يحسسوا نفسهم ان التيشيرت مختلفه، فراحوا حاطين علم مصر على لوجو البراند على اليمين بس كده. نخش على اللي بعده. بعد كده تيشيرت النادي المصري من براند اسمه ذات. التيشيرت الاساسيه جايه لنا باللون الاخضر، بسيطه وحلوه وشيك وعجباني، والحته بتاعت الياقه باللون الابيض والسبونسر باللون الابيض. التيشيرت الاحتياطيه باللون الابيض والتفاصيل باللون الاخضر، ولكن مضايقني حاجه بسيطه وهو السبونسر الملون كتير قوي ده، مبوظ شكل التيشيرت ومبوظ شياكه التيشيرت. كان ممكن اللوجو ده يتعمل بلون تاني او باللون الاخضر او اي حاجه لون واحد بسيط يمشي مع التيشيرت، هيبقى احلى بكتير. لقطه النادي المصري السنه دي في التيشيرت اللبني الثالثه اللي عاملينها، وتقريبا عمرنا ما شفنا النادي المصري لابس التيشيرت اللبني او تيشيرت زرقاء، ومش كتير اصلا بنشوف النادي المصري عنده تيشيرت ثالثه من الاساس. تيشيرت لونها مختلف وغريب، مش قادر احدد انا عاجبني ولا مش عاجبني، ولكن اللون مختلف وخطوه مختلفه وجريئه من النادي. نادي الاتحاد مش هتكلم عنه خالص عشان هو ما عملش اي حاجه، وهو نفس التيشيرت بتاعت الموسم اللي فات. وانا بمنتج كده لقيت نادي الاتحاد اعلن عن التيشيرت الاساسيه الجديده بتاعته والتيشيرت الاحتياطيه. التيشيرت الاساسيه جايه لنا من كلمي باللون الاخضر وخطين كده باللون الابيض على الكمين، والتيشيرت الاحتياطيه بنفس التمبلت بالظبط ولكن عكس الالوان.
اسفين لنادي الاتحاد. ويلا بينا نكمل الفيديو. اخر فريق معانا وهو النادي الاهلي بالتيشيرتين بتوعه الاساسيه والاحتياطي. مش محتاج اتكلم عن تيشيرتات النادي الاهلي عامه او الاحترافيه بتاعته في التعاقدات بتاعته مع اديداس او نايك او بوما او ايا كان البراند، ولكن اكتر حاجه عجباني في تيشيرت الاهلي بالذات الاساسيه ان التيشيرت تمبلت كاس العالم. فكره ان فريق مصري يلبس تمبلت كاس العالم، تمبلت اكبر الفرق في اوروبا واللي المفروض بيتعمل لفرق التوب في اديداس بس زي ريال مدريد وارسنال، اتعمل لنادي مصري. ومش بس كده، ولكن كمان الجرافيكس والتصميم اللي على التيشيرت مميز ومخصوص للنادي الاهلي. ونيجي التيشيرت الاحتياطيه اللي انا لابسها اللي باللون الاسود والاحمر، الشيك جدا، المودرن جدا، الحلوه جدا، اللي انت اول ما تلبسها هتحبها اكتر من ما انت شايفها على التلفزيون او في الصور. وخطوه حلوه قوي من اديداس ان هي بتسمع للجمهور اللي طالب البراند ان هو يعمل تيشيرت سودا للنادي الاهلي. هم مستنيين التيشيرت الثالثه للنادي الاهلي، نشوف هتجيب لنا ايه. انا بالنسبه لي اوحش تيشيرت هي تيشيرت فاركو، واحلى تيشيرت اسيبها لك انت في الكومنتات تكتب لي تحت بالنسبه لك احلى تيشيرت في الموسم ده. وشكرا انك شفت الفيديو. لو عايزنا نتكلم اكتر عن الدوري المصري اكتب لي تحت في الكومنتات. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.